السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندك حبتين مانجا قومي هاتيهم بسرعة وتعالي اقولك هنعمل ايه مع بعض النهاردة. هنعمل احلى حلا بارد كده يرطب على قلوبنا في الحر اللي احنا فيه ده، من غير مكونات كتير ولا بقى نولع فرن والجو يحرر اكتر ما هو حر، وبأسهل طريقة إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ وصفتنا نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، وياريت لو مش مشتركين نشترك في القناة، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أهم حاجة اللايك يا جماعة. أنا كان معايا هنا 2 باكت كده من البسكوت السادة، أي طعم بسكوت انتي بتحبيه. هو كان حوالي كده 250 جرام. ومعايا بايركس فاضي كده او اي قالب تفضليه يعني هتعملي فيه، وممكن كمان في كاسات مش هيقول لا طبعا. وبحط كده اول طبقة كده من البسكوت بتاعي في القالب البايركس، وبعدين بسويه كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وانا كان عندي عامله عصير مانجا ومخففاه شويه كده، وبعدين رشيت شويه كده بس على البسكوت عشان يطرى شويه، مش عايزاه يبقى طري قوي يعني. وبعدين برص الطبقه التانية كده من البسكوت زي ما انتم شايفين معايا. طبعا الوصفه دي ينفع جدا تتعمل في كاسات وهتبقى حلوه قوي برضو، او في اطباق صغيره زي ما انت عايزه. هي شبيهة شوية كده لترايفل المانجا، بس طبعا الترايفل بيبقى بقطع الكيك، بيبقى بالكريم شانتيه، بس هي مختلفة شوية عنه. بس حاجة كده يعني مفيش أسهل من كده وطعم ولا أروع. وهنا معايا كده حوالي 3 كوبايات من الحليب، وحطيت عليهم 3 معالق كبار من النشا، ومعلقتين كبار كريم شانتيه بودر، وكان عندي معلقة كريم باستري عشان تعزز معايا الطعم وحطيتها. لو ما فيش ما عندكيش ما فيش مشكلة، بس كده حاجات كده تعزز معايا الطعم يعني بديل للكريم شانتيه. عملتها كريمة كده على النار زي المهلبية، وطعمها ما فيش اروع من كده. وبعدين رفعتها عندي على النار مع التقليب المستمر كده عشان ما تلزقش معايا من تحت. اهو زي ما انتم شايفين خلاص قربت تستوي يعني. ولو ما يعني خلاص تبقبق كده اروح طافيه عليها على طول، وباخدها على طول كده وهي لسه سخنه بحطها على البسكوت بتاعي اهو بالظبط كده، وهسيبها خالص بره التلاجة لما تبرد. وبعدين ادخلها التلاجة. كان عندي شوية بسكوت كده متكسر فاضلين، قلت بقى بدل ما يترموا او كده حطيتهم كده على الكريمة بتاعتي. ممكن تستغني عن الخطوة دي خالص لو مفيش بسكوت فاضل عندك. بحاول ان انا اسويه كده عشان يبقى باين من البايركس من بره يبقى شكله حلو اهو. يعني احنا بنحاول نعمل كده اليومين دول وصفات كده حلا بارد، عشان بتبقى حلوة قوي بصراحة في الحر ده، وبتوفر علينا كتير يعني، ولا بنولع فرن ولا حاجة من دي. وبعدين حطيتها في التلاجة لما بردت خالص. ومعايا هنا عصير مانجا تقيل، المانجا بتاعتي دي كانت طعمها حلو قوي ومسكرة، فانا بصراحة ما حطيتش عليها سكر، كانت مسكرة جدا. ومعايا هنا نص كوباية مية دافية، حطيت عليها معلقتين من الجيلاتين البودر من عند العطار. تقولي له عايزة جيلاتين بودر حلال، فانا بدل ما استخدم الجيلي يعني اللي هو بيتباع باكت كده في السوبر ماركت، قلت اعمل كده حاجة موفرة شوية. وطبعا طعم المانجا هيبقى غني اكتر من جيلي المانجا، وهيبقى متماسك وحلو جدا برضو. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت مع الكريمه البيضه نص كوبايه سكر، وطبعا السكر ده حسب الرغبه. وحطيت طبعا فانيليا بس ما جاتش في التصوير. وبقلب كده مع التقليب المستمر لحد ما يغلي معايا خالص، وبسيبه يبرد خالص لحد ما يبقى دافي خالص كده، ما يبقاش فيه اي سخونيه. وبعدين بحطه كده على الطبقه بتاعه البسكوت اخر حاجه يعني. واحط كده اي حاجة اي معلقة كده نزل عليها عشان الطبقات ما تروحش على بعض. اهم حاجة بس تسيبيها وقت كويس في التلاجة تتماسك كويس جدا.
وبعدين انا كان معايا قطعة كده من المانجا دي وانا بقطعها وانا بسن السكينة كده، رحت متعورة في صبعي، يمكن تاخدوا بالكم اهو. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. وبعدين بحط مكعبات المانجا بتاعتي كده فوق الجيلي المانجا بتاعي. يعني جيلي اقتصادي ده يا جماعة، بس حلو جدا. وبحاول كده ان انا اسويه زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بقى بحطها في التلاجة على طول عشان تتماسك. ولو مستعجلة عليها تحطيها في الفريزر. بس انا بصراحة يعني ولادي ما صبروش، بقى كل شوية يقول لي طلعيها بقى كفاية كده، عايزة ادوقها. فيعني المفروض كنت سبتها كمان شوية، المفروض على الاقل 3 ساعات يا جماعة عشان تتماسك. انا يعني ما كملتش ساعة ونص اصلا وطلعتها. والجو طبعا في اليوم ده كان حر جدا، ما كانتش متماسكة قوي يعني. فانتوا خلوها وقتها كده، تاخد وقتها في التلاجة او في الفريزر عشان تبقى متماسكة جدا معاكم. وكان معايا هنا منجاية كده، قطعتها كده زي ما انتوا شايفين كده عشان اعملها بس ايه، منظر كده من فوق، منظر جمالي. وقشرت بقية المانجاية بتاعتي وهقطعها كده يعني سلايز كده عشان يعني ازين بيها قالب المانجا بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا ريت يا جماعه اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك، اهم حاجه اللايك اللي بيرفع الفيديو. وطبعا الاشتراك في القناه والكومنت بتاعكم الحلو اللي بيساعدني. طبعا انا بتقبل اي انتقاد، يعني لو في اي حد عنده اي مشكله في اي حاجه يعني معايا في اي فيديو يقول لي عادي ومفيش اي مشكله. وطبعا برضو اللي عايز اي وصفة يقول لي برضو عليها، وان شاء الله اعملها له في فيديو تاني. وبرص كده قطع المانجا بتاعتي، تقطعيها زي ما انت عايزة بقى، زي ما انا عاملاها كده، او مكعبات برضو مفيش اي مشكلة. وممكن بلاش خالص الخطوة دي. وممكن لو عندك بسكوت كده متفتفت تحطيه على الوش برضو، هيبقى حلو جدا. اي حاجة يعني بتعمل بس منظر جمالي مش اكتر. بس كده. طبعا انا سبتها وقت بقى على الرخامة فساحت شوية، لما هاجي اقطعها بقى هتبقى يعني مش متماسكة قوي. بس انتوا بقى ما تغلطوش الغلطة دي، ويا ريت تحطها في التلاجة شوية تاخد وقتها. اهو لما باجي اقطع بسكينة او بالقطاعة دي كده، تمسحوها كده بمنديل ولا حاجة عشان تطلع معاكم كده نضيفة وتبقى متساوية. طبعا اول قطعة انا قطعتها دي اتاخدت من ورايا على طول، ما لحقتش اساسا اصورها ولا ادوقها. فقطعت حتة تانية اهي زي ما انتم شايفين، حلوة جدا يا جماعة، طعمها خرافي بصراحة. يعني طعم المانجا كمان حلو قوي مع الكريمة دي، حاجة كده مفيش اروع من كده في الحر اللي احنا فيه ده، ترطب كده على قلوبنا. وطبعا المانجا كتير الايام دي، استغلوها وهتبقى حلوة جدا. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يعجبكم. بحبكم جدا، مع الف سلامة.